شنو هو علاج كرون وهل فما علاج فعال ينحي المرض؟ مرض كرون هو مرض مزمن، خاصيته انه يمر بزوز فترات، فتره هجمه او كوسي تجي للمريض وبعد فتره هدوء او ريميسيون. وقت اللي تصير الهجمه الطبيب يوصف ادويه باش يخلي المريض يرتاح. غالبا تكون الادويات هذه ديكورتيكويد، توصف بجرعات معينه لمده معينه، وفي بعض الاحيان تنجم تصير اثار جانبيه لازم الطبيب يتعامل معها. وقت اللي تصير فتره الهدوء يعني المريض يولي اون ريميسيون، الطبيب نتاعك باش يناقش يعطيك دواء ولا لا باش ما تعاودلكش هجمه اخرى وباش نتحكموا في المرض. الدويات اللي كنت تعطى قبل هي دوايات تنقص في المناعه كما الدواء المعروف لازاتوبرين اللي هو ليميوريل واللي فيه بعض الاثار الجانبيه. ظهور العلاج البيولوجي خلانا نتحكموا اكثر في المرض ونبعدوا على المضاعفات وخاصه على الجراحه. كيف الكاليتي دو في نتاع المرضى باش تتحسن. العلاج البيولوجي موجود في تونس، فما برشا انواع كيما لادريليماب اللي هو الميرا، كيما لافليكسيماب اللي هو الريميكال، وكيما لوستيكونيماب اللي هو ستيليرا، وغيرها موجوده في العالم. البروتوكول العلاجي يحطوا طبيب الجهاز الهضمي على حسب برشا حاجات، منها عمر المريض، المنطقه اللي ضربها الكرون في الجهاز الهضمي او خارج الجهاز الهضمي، شنو الدويات اللي خذاها المريض قبل، فما مضاعفات ولا لا. البروتوكول العلاجي هذا لازم يتبعوا المريض، واذا كان ظهرت الاعراض الجانبيه نتاع بعض الادويه يتصل بالطبيب نتاعو باش يعرف كيفاش يتعامل معه. الجراحه في الكرون غالبا لازمنا نبعدوا عليها، ولكن في بعض الاحيان تصير مضاعفات الكرون كما انسداد في الجهاز الهضمي تخلينا نمشيو للجراحه دائما بعد استشاره الطبيب. بروتوكول العلاج نتاع مالادي دو كرون طويل شويه، لازم برشا صبر، ولكن مع الدواء لازم المريض يتبع حميه غذائيه لازم الطبيب يقول له عليها. وحاجه ثانيه العامل النفسي اللي يلعب دور مهم في ظهور كرون، لازم المريض يعرف يتغلب عليه. شنو الحاجات اللي لازم ياكلها مريض كرون وشنو هي الحاجات اللي يبعد عليها، هذا اللي باش نحكيو عليه المره الجايه.